السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل محشي الورق العنب. انا حطيت زيت الذرة وحطيت عليه بصلاية كبيرة كنت مقطعاها، وهبتدي ان انا اقلب فيها. طبعا انا مش هخليها انها تحمر قوي، يعني يا دوب لونها كده يصفر شوية. طبعا ابتدى لونها هو يصفر معايا مع التقليب. كنت غاسلة طماطم، كيلو من الطماطم الحمراء، وكنت ضرباها في الخلاط عشان اعمل لكم النهارده ورق العنب الخطير بتاعنا. وهنزل بالطماطم بتاعتنا. طبعا الافضل ان احنا نجيب الطماطم الحمراء عشان التسبيكه، عشان بتخلي المحشي ليه طعم ولونه بيبقى حلو. هبتدي ان انا اقلب في الطماطم مع البصله بتاعتي، واسيبها على البوتاجاز لحد ما تتسبك. اسيبها تتسبك براحتها. طبعا كده شكلها بعد ما اتسبكت. كان عندي كيلو من الرز، هبتدي ان انا احط عليه التوابل بتاعتي: الملح، الكمون، الفلفل الاسود. بس يا جماعه ما تكتروش من الكمون، لان كتر الكمون بيمرر اي حاجه يعني، فانا بفضل ان نسبه الكمون تبقى قليله مش كتيره. طبعا انا ببقى حاطه بصلايه مقطعاها. دي خلطه محشي، دي بتجاب من عند العطار. حطيت معلقتين من خلطة المحشي مع الكمون مع الفلفل الاسود مع الملح، وهبتدي اقلب البصلايه بتاعتنا. البصلايه دي المرتة اللي انا بعملها بره دي بتدي طعم جميل جدا للمحشي، ودي في عليها خلطة المحشي بتدي طعم خرافة. طبعا وانا عندي الخضرة مجهزاها وغسلاها: الكزبرة والبقدونس والشبت. طبعا هبتدي ان انا انزل بيهم. وانا بحب ان انا الخضره بتاعتي تبقى يعني كميتها مظبوطه عشان تدي طعم حلو للمحشي بتاعتي. الخضره بتدي طعم حلو. طبعا مع البصل، مع البصلايه الممروطه بالكمون، بس برضو ما تكتروش من الكمون عشان الكمون بيمرر. نسبه الكمون تكون قليله، والفلفل الاسمر، وعندنا الملح. هبتدي ان انا اقلب تقليب حلو. وطبعا انا كنت مسبكه الطماطم دي لوحدها، هنزل بيها على الصينيه بتاعتنا بتاعه الطماطم. طبعا انا باخد جزء جزء كده لحد ما اشوف محتاجه تاني ولا لا. ولو لقيت الطماطم بتاعتنا مش حمرا كفايه، او محتاجه ان انا ازود صلصه، هزود صلصه عادي مفيش مشكله. طبعا هبتدي ان انا اقلب تقليب كويس لحد الرز طبعا يحمر معانا من التسبيكه بتاعتنا، تقليبه حلوه كده. طبعا مفيش حد بيختلف عن الورق العنب وجمال الورق العنب، وطبعا كله ده الموسم بتاعه دلوقتي، كله بيحب الورق العنب طبعا. نزلت بكيس من الصلصه. كنت جايبها من الماركت، كيس صغير يعني. لو عندك برطمان ممكن تحطي معلقه كده من البرطمان وخلاص. وابتدي ان انا اقلب فيها. طبعا الخلطه دي خلطه جميله قوي، والبصلايه اللي بتمرطيها دي بتبقى حلوه، بتدي طعم خرافه للمحشي. معايا بقى الورق العنب البناتي بتاعنا الصغير، هبتدي ان انا الفه بالشكل ده. وطبعا انا بحب، بالنسبه لي بحب اقطع بصل واقطع طماطم واحط الخضره دي في القعر بتاع الحله من تحت، ده عشان بيدي طعم حلو وريحه بتقلب البيت كله بصراحه، بتدي طعم حلو قوي. فانا بحب اقطع البصل واقطع، ولو عندك جزر قطعيه برضو في الحله من تحت. فابتدي انزل بالمحشي بالصبع التاني. عندك بقى وادي صابع كمان، عندك بقى شوربة لحمة، عندك شوربة فراخ، اي شوربة عندك دي هتنفع في العقد بتاع الشوربة بتاعتنا في المحشي اللي هو الورق العنب. هيدينا طبعا هيظبط معانا. اهو ده الصابع كمان هنزل بيه في الحلة. جربوا ان انتوا تحطوا في الحلة من تحت الطماطم والبصل والخضرة، هتديكوا طعم جميل. كان عندي شوربة لحمة، هبتدي ان انا انزل بيها. هدي العقد بتاع الشوربة بتاعتنا دي شوربة لحمة يا جماعة اللي بنزل بيها دلوقتي. وده الشكل النهائي للورق العنب الجميل بتاعنا الخطير.